ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل وصفه حلوه قوي يا ولاد، تعالوا ما نعملها مع بعض. هنعمل نوتيلا، بس نوتيلا ايه؟ بدون لبن وبدون سكر. جميله جدا. صلوا على النبي معانا كده عليه افضل الصلاه والسلام. احنا هنا هنجيب نص كوبايه فول سوداني وطحينه وعسل ومعلقتين كاكاو خام. تعالوا بقى صلوا على النبي معانا، وتعالوا نشوف هنعمل الطريقه ازاي. الفول السوداني اهوت وجاي متحمص وزي الفل. تحمصيه وتقشريه وتطحنيه في المطحنة بتاعتك. بس كده. هنطحنه كويس جدا عشان يبقى ناعم، ما يبقاش خشن في النوتيلا. كده احنا بنطحنه في المطحنة اهوت. بعد ما نطحنه في المطحنة هننقله في الخلاط بتاعنا عشان احنا طحناه كويس بقى، ونحط كل المكونات في شفشق الخلاط بتاعنا. هنا نص كوباية عسل أسمر، وهنحط نص كوباية طحينة ونص كوباية الفول اللي احنا طحناه يا حبايبي، فول سوداني المطحون، والمعلقتين الكاكاو الخام. بس كده يا حبايبي، بس كانت تحفة والله، يعني طعمها خطير. جربوها وهي تعجبكم قوي. لا احتاجنا لبن ولا احتاجنا سكر ولا احتاجنا لبن بودرة ولا الكلام ده. خلاص يا حبايب قلبي. كده بقى ايه؟ هنحط المكونات بتاعتنا في الخلاط ونضربها ضرب جامد. وبس كده كده تبقى خلصت معانا. هتشوفها دلوقتي. سمكها تقيل جدا، ومحتاجتش تتحط في التلاجة ولا حاجة. كده بقى ايه؟ هنحط الفلسدان بتاعنا اهوت بعد ما طحناه في المطحنة بتاعتنا بتاع الخلاط. هننزل بالمكونات كلها على بعضها ونضربها في الخلاط. بس كده يا حبايب قلبي، خلص اهوت. نضربه ضرب كويس في الخلاط بتاعنا. انا كنت هنا ما حطيتش الكاكاو، هحطه اهو. انا جايبه كاكاو اللي هو الخام الاسبان. صلوا على النبي يا بنات. في كومنت حلو وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. لو فيديوهاتي بتعجبكم، يا ريت تحط لي لايك وتكتبوا لي كومنت، تصلوا على النبي فيه، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. خلاص كده يا حبايبي، ضربنا كل حاجه في الخلاط بتاعنا و... وهوريها لكم دلوقتي هتشوفوها. انا كده لسه ما حطيتش الكاكاو. هما معلقتين اتنين، ما تكتريش. لا احتاجنا لبن بودرة ولا احتاجنا لبن ولا احتاجنا حليب اللي هو سايل، ولا احتاجنا سكر. بس احنا كل اللي احنا احتاجناه نص كوباية عسل اسمر، نص كوباية طحينة، معلقتين كاكاو خام، ونص كوباية فول مطحون. خلاص بنطحن كله، طحناه كويس جدا في المطحنة، ونحط كل المكونات بتاعتنا في شفشق الخلاط ونضربها ضرب حلو. وبكده خلاص النوتيلا بتاعتنا خلصت. تشوفوها وهي نازلة من الخلاط يا حبايبي، شوفوا تقيلة جدا. يعني انت الواحد لو ما كان عندكش خلاط قوي، الوطات بتاعته قوي، ما تعمليش في الخلاط. تعمليه في بولة كده بالمضرب اللي هو اليدوي. هيبقى جميل بعد ما تطحن الفول السوداني في المطحن. كده انا بنزله اهوت بصعوبة، يعني ايه، تقيلة جدا، وطعمها جميل جميل بصراحة. كده اهوت خلصناها معاكم اهوت، هوريها لكم. هتشوفوها. انا ما حطيتهاش في التلاجة خالص ولا حاجة يا حبايبي، لسه اهو نزلت من الخلاط على طول وريتها لكم. شوفوا السمك بتاعها جميلة جدا. هتعجب الولاد وتنفع سندوتشات. بدل ما تروح تشتري نوتيلا برضك، زي ما اتعودنا ان احنا بنعمل كل حاجة في بيتنا. بدل ما تروح تشتري البرطمان النوتيلا بقد كده،
انت بتعملي كل حاجة على ايدك في بيتك، جميلة جدا بصراحة. هتعجبكم، جربوها يا حبايبي وهي تعجبكم. انا ما كانش ساعتها عندي عيش فينو وعملتها في العيش البلدي بتاعنا عادي. جميلة جميلة. بوريها لكم اهوت عشان ايه تعرفي تشوفي السمك بتاعها. خطيرة. بس كده يا حبايبي، النوتيلا بتاعتنا خلصت وجربوها وان شاء الله مش هتندموا. ويا ريت تحطوا له لايك وكومنت حلو وتصلوا على النبي فيه عليه الصلاه والسلام. كده طريقتنا خلصت، ما خدش مننا 5 دقايق. كل حاجه قدامكم اهيت، الفيديو شرح نفسه اهوت. ولا احتاجنا لبن ولا احتاجنا سكر ولا احتاجنا ايه. يعني يعني اعتبروا ايه في حاجات كتير ما حطيناش زي النوتيلا اللي هي بتتعمل التانية برضك. دي حلوة ودي حلوة، بس دي المتوفر عندي في البيت عملت منه. طلع بصراحة جميلة جميلة جميلة. وعجبت الولاد قوي وطعمها حلو قوي. الفول السوداني مطعمها وخلاها لذيذ. يلا مع السلامة. بكم في الله، مع السلامة.